مرحبا بكم معنا في موسم جديد ديال انا بغيت نكمل قرايتي في فرنسا 2024 2025. انا متاكده ان الاغلبيه تيطرح بزاف الاسئله، داكشي علاش هاد لي فيديو غادي يحاولوا يجاوبوك كل مره على واحد السؤال. ديجا لا فيديو الاولى كنا جاوبنا على واحد السؤال مهم، هو كيفاش ممكن نترشح باش نكمل قرايتي في فرنسا. اللي فاتوا هاد لا فيديو غادي يلقى لو لين ديالها هنايا. اليوم غادي نجاوبوا على سؤال جديد، هو شنو هما فترات الترشيح على منصه ايتود ان فرانس. معكم الكوتش ديالكم وداد الغراس في هذه المغامره. انا بغيت نكمل قرايتي في فرنسا. سي بارتي لي زامي. الوغ انت اللي بغيتي تكمل قرايتك في فرنسا وغادي ترشح عبر منصه ايتود ان فرانس، خاصك تعرف ان باب الترشيح غادي تفتح لو 1 اكتوبر. فوقاش غادي تكون نهايه الترشيح؟ تاريخ نهايه الترشيح تختلف على حسب شنو؟ على حسب المستوى اللي غترشح فيه، وكذلك حسب المؤسسه اللي غترشح فيها. وهنا كاينين 4 ديال الحالات. غادي نبدا بالناس اللي باغيين يترشحوا باش يقراو السنه الاولى. السنه الاولى فاش؟ السنه الاولى في الجامعه، السنه الاولى ديال الطب باس ولا لاس، وكذلك السنه الاولى البي تي. غادي ينتهي الترشيح في 18 نوفمبر. صافو دير في المجموع عندك ابوبري 1 موا اي دمي باش تبوكلي لو دوسيي ديالك. اتفقنا؟ نعاود، الناس اللي دابا راهما في الباك ولا ديجا عندهم باك قديم وباغيين يترشحوا في السنه الاولى، تركز، باغي ترشح في السنه الاولى ديالاش؟ الجامعه، ديال الطب ولا ديال البي تي. اخر اجل هو 18 في شهر 11. صافي فهمتيها؟ الناس اللي باغيين يديروا لاركيتكتور، باغي ترشح في لاركيتكتور ولكن اي نيفو، باغي ترشح اما انت غترشح في بروميير اني ولا دوزيام اني ولا تروازيام اني، اخر اجل ديال الترشيح حتى هو 18 في شهر 11. داكوغ؟ الناس اللي باغيين يديروا اون ال 2 ولا ال 3 ولا باغيين يديروا ان ماستر، سيتادير الناس اللي ديجا عندهم الباك وبداو قرايتهم هنا في المغرب وباغيين يستغلوا داك العامات اللي قراو في المغرب. اخر اجل ديال الترشيح هو لو 1 ديسمبر. صافو دير عندهم شهرين، عندهم لو موا دوكتوبر و لو موا نوفمبر باش يقدموا لو دوسيي ديالهم. الوغ دابا بقات لنا حاله وحده، الحاله الرابعه. شنو هي الحاله الرابعه؟ الحاله الرابعه هي الناس اللي باغيين يترشحوا في واحد المؤسسات من غير هادو اللي ذكرت. مثلا انت باغي دير اون بوليتيك، داكوغ؟ هاد الناس هادو اللي باغيين يترشحوا في واحد المؤسسات اللي ما هضرتش عليهم واللي تابعين الكومبوس فرانس، سيتادير كونيكتي الكومبوس فرانس، تا هما اخر اجال هو لو 1 ديسمبر. اتفقنا؟ غنعاود بطريقه واحده اخرى. بدايه الترشيح غادي تكون لو 1 اكتوبر، ياك؟ بالنسبه للجميع. نهايه الترشيح غادي تكون 18 في شهر 11 بالنسبه لمن؟ الناس اللي غيترشحوا بروميير اني الجامعه ولا الطب ولا البي تي، والناس اللي غادي يديروا لاركيتكتور كيلكو سوا لو نيفو. نهايه الترشيح غادي تكون لو 1 ديسمبر بالنسبه للناس اللي غادي يترشحوا pour faire une L2 L3 ولا ماستر. كذلك بالنسبه للناس اللي غادي يترشحوا في مؤسسات تابعه لكومبوس فرانس ولكن ما هضرتش عليها، سيتادير حيد الجامعه، حيد لي زيوتي اللي تنهضروا على بي تي، حيد الطب، حيد لاركيتكتور. دونك دوك المؤسسات كلهم اللي بقاو اخر اجل ديال الترشيح هو لو 1 ديسمبر. والبدايه تنقولها ونعاودها للجميع لو 1 اكتوبر. اوكي مي زامي؟ الوغ مي زامي، هنا يمكن يتطرح واحد الاشكال. انا باغي نترشح في 2 تكوينات. مثلا تكوين نهايه الترشيح غتكون في 18 في شهر 11 وغنترشح في واحد المؤسسه اللي نهايه الترشيح غتكون في لو 1 ديسمبر. صافي دي غنترشح في 2 تكوينات ما عندهمش نفس تاريخ نهايه الترشيح. وتبع هاد القاعده،
اقرب تاريخ هو اللي خصك تطبق فيهم بجوج. نعطيك اكزومبل، انت دابا في الباك سيونس فيزيك بغيتي ترشح في اون بروميير اني بي يو تي، شنو هو اخر اجل؟ هو 18 في شهر 11. وباغي ترشح في بوليتك شنو هو اخر اجل ديالها؟ هو لو 1 ديسمبر. اوكي، شنو هو اقرب تاريخ بين هادو بجوج؟ هو 18 11. خصك تدفع الدوسي ديالك كامل قبل من 18 في شهر 11. القاعده عزل اقرب تاريخ، قاعده هي اقرب تاريخ. تفهمنا ياك؟ المهم انا راه كنت استاذه، داكشي علاش ندير النقط فوق الحروف، احسن حاجه باش تفهم مزيان. دونك فوالا مي زامي، نتمنى ان جاوبت على هذا السؤال. شنو هما مواقيت الترشيح؟ تنظن ان دابا لي شوز سون كلير. ولا عندكم شي اسئله بيان سور طرحوها، ودائما تنساي الاقتراحات ديالكم لانه هما اللي غادي يحدوا المواضيع لي فيديو الماجيين. دائما معكم في هذه المغامره. انا بغيت نكمل قرايتي في فرنسا، تنعول عليكم انكم تدعموني وتشجعوني وديروا لنا واحد جيم، وكذلك تنساين الاسئله ديالكم، تنساين الاقتراحات ديالكم لانه هما اللي غادي يحدوا مواضيع لي فيديو الماجيين. Portez-vous bien, à très vite pour la prochaine vidéo. Tala frascom, bye.